صباح الخير سناب شاش، كيفكم؟ شو اخباركم؟ جايز عملنا فقرة حلوة عند غيث، روحوا حضروها فورا لانه ما انصح تفوتوا الفقرة. المهم فات اليوم الصبح نازلة على الشارع عند ماما. غيث عنده شغل. وين غيث؟ هلو. هاي. غيث عنده شغل بده يخلص اموره. انا كثير لحالي اليوم، انا كثير زعلان. فوتوا اكتبوا له انه هو مو مقدر النعمة اللي عنده اياها، بهدلوه، بعتوا له باراجرافز. المهم اليوم كمان يوم مهم، المساء عنا شيء كتير حلو، بس انا ما دخلني فيه يعني. حاولت اشرح بس لك حكون موجود، بعرف نص ساعة 40 دقيقة. اوكي، فقرة اسئلة. هو قدران ينزل يا حرام. المهم هلا بدنا نعمل فقرة اسئلة، بما اني طالعة بالسيارة وبدي تقريبا شي نص ساعة ل 40 دقيقة يمكن. هلو. هاي سارة. يس. ليه قلبت الكاميرا؟ كتير شوب. What's the temperature outside? 48. 48? High temperature. للأسف اليوم ما في شاكرية، ماما عاملة ملفوف. بصراحة أنا كتير بحب هاي الأكلة، كتير. في عنا اليبرق والملفوف، أنا بحب الملفوف أكثر من اليبرق، كتير بحب الملفوف. المهم ماما عاملة ملفوف، أوريدي بلشت بالحشوة وكل شي، فخلينا نشوف إذا بوصل وبقدر لحقها مشان نصور أو لا. نشوف، لأنه سيارتي هي ملكيتها، أوكي، وهلا إن شاء الله حنروح نجددها، بس ما فيني اطلعها على الشارع وسوقها اذا هي ملكية السيارة. بس والله عشان هيك ما عم سوقها. بيني وبين غيث تقريبا 8 سنين وفرق الطول انا 156 156 وهو 177 177 176. كنت اشتغل قبل ما اتزوج غيث. طبعا انا تزوجت غيث عمري 22 سنه، كنت لسه هلا متخرجه من الجامعه. بس بالجامعه انا دارسه تغذيه بالجامعه، بس وانا عم بدرس لانه كنت فتره كورونا بالجامعه فمليت كثير، فعملت شهاده التدريب، صرت مدربه رياضه. اوكي، لاني كثير بحب الرياضه ومجال الرياضه، فعملت شهاده فيها، ومن الملل اشتغلت فيها مو مشان انه فلوس او شيء، اشتغلت بس انه هيك لاني مالي فما بعرف اذا بنعتبره شغل، بس بلا كان شغل يعني. كنت في 6 الصبح روح عندي، كان عندي مواعيد من الصبح لليل، كانت فل. ف مع انه كنت عم بتسلى بس كان ناجح الموضوع. بس يا فما بعرف اذا بتعتبروه شغل. انا عملته بس مشان ملي وقتي لاني كنت مالي، فكنت عم اشتغل وبنفس الوقت ادرس. ما بعرف شو الشيء بالضبط لانه ما بعرف البراند، بس اللي بعرفه انه ميلك بيس، اللون اللي تحت از ميلكي وفوقه الكروم. لسه من كم يوم كنت عم فكر بهذا السؤال. ليه؟ لانه انا لوني المفضل ازرق السماوي، يعني مشان نكون بريسايز، يعني لون السما التيفاني بلو، فكتير بحب اللون الازرق ودرجات الازرق. بس انا ما بلبس كتير ازرق، اللي بلبسه كتير ابيض او بيج. بحب الوان الترابيه، النيتشر، الوان الطبيعه، يعني الاخضر، الابيض، البيج، البراون. فهو يعني شو لوني المفضل. وبنفس الوقت كتير بحب الاصفر، كتير بحب لون الاصفر لانه بحسه معنوي. يعني انا بس اكون لابسه اصفر او عامله شيء اصفر بحياتي يعني اني انا مبسوطه. كتير بحس بالفرح وقت البس اصفر، وبنفس الوقت وقت البس احمر بحب اللون الاحمر على بشرتي. بس بحس الجواب الصح انه انا بحب تقريبا كل الالوان، بس اللي بلبسهم كثير هو الابيض والبيج والالوان الترابيه، وبنفس الوقت بحب الاصفر. كثير غريب الموضوع، كثير غريب، بس بحب كل الالوان. بس بس انا اخذت رؤكتان هو دواء لعلاج حب الشباب، اوكي، او الحبوب بشكل عام، بس اللي كثيره. فانا وصغيره كان عندي حب الشباب، بس كان عندي حب شباب منتشر،
ما كان على بشرتي بس كان على صدري، على ظهري وعلى ايدي من هون. فحب الشباب عندي كان مناسب كان اني اخذ رؤاكوتان. طبعا رؤاكوتان بس بتقدروا تاخذوه بوصفة الطبيب مع تحاليل دم، ويعني في بروسس، ما فيكم تفوتوا على الصيدليه وتقولوا ممكن رؤاكوتان، لا لازم وصفة طبيب. وهي كورس، هو علاج لمدة 6 شهور. اول 3 شهور من العلاج بيطلع كل الحبوب من الجسم، فباول 3 شهور حتى على بشرتي طلع لي حبوب، مع انه ما كنت اعاني كثير من حب الشباب على بشرتي، بس اخذته مشان حب الشباب اللي طلع لي على جسمي. فلمدة 6 شهور كان الكورس. اول 3 شهور كان جدا سيء لانه بيطلع كل شيء من الجسم، كل الحبوب بتطلع من الجسم وبينشف الجسم كثير. طبعا في انواع من الرؤاكوتان، انا اخذت الرؤاكوتان الفرنسي، في اورتين اظن هذا سوري، في كثير انواع من الاكوتين. اوكي، فاللي عم بيعاني من حب الشباب وما عم بيلاقي حل، بيستعمل كريمات وبيستعمل كثير اشياء، بس انه حب شباب صعب، يعني انه مو العادي اللي بيطلع حبه حبتين، لا حب شباب. روحوا على الدكتور، والحل هو الرؤاكوتان اذا الدكتور وصف لكم اياه حسب انتم جسمكم وقوه صحتكم. بيوصف لكم الرؤاكوتان، هو الحل الوحيد، وبيتخلص من كل الحبوب وبتنتهي المشكله تماما. اخذت انا رؤاكوتان، اخي اخذ رؤاكوتان، اختي اخذت رؤاكوتان، اظن اغلبيه العالم اللي بعرفها اخذت رؤاكوتان. اللي وقت اشتغلت كمدربه رياضه كنت عم اشتغل سلاي هيك، مرق وقت كان عندي وقت وبدي اعبي، بس بعدين وقت اشتغلت غير كثير من تفكيري، خلاني اكتشف اشياء انا بحبها. كيف؟ لانه مهمتي كمدربه رياضه اني انا احسن من حياه هذا الانسان صحيا وجسديا وعقليا. فاكتشفت انه انا كثير بحب ساعد العالم، واصلا يمكن كان هذا الشيء موجود فيني من جوا، مشان هيك دخلت مجال التغذيه، لانه كطبيبه تغذيه بدي اشتغل بمستشفى او بعياده وبدي ساعد عالم مشان تحسن من صحتها. فوقت اشتغلت كمان كمدربه رياضه اكتشفت انه رب العالمين راسم لي طريق كان مشان خليني اكتشف انا شو بحب ساعد العالم. وقت كانت تجيني وحده مو راضيانه عن نفسها، ثقتها بحالها قليله، بدها تحسن من صحتها، جسمها مو عاجبها، وانا اقدر حسن هذا الشيء، كنت احس بقوه. كان هي القوه شعورها كثير حلو، اني انا اقدر ارسم ابتسامه على وجه هذا الشخص. فكتير حبيت هذا الشيء. ما شرط اني اشتغل مره ثانيه كمدربه رياضه، بس خلاني هذا الشيء اكتشف شيء ثاني، اني انا اقدر بخبرتي وبالاشياء اللي انا تعلمتها وبالعلم اللي انا تعلمته اني انا انشر هذا الشيء مشان اقدر ساعد حدا قدامي. فمشان هيك كمان اكتشفت شيء ثاني، انه انا كثير بحب علم النفس، كمان اقدر ساعد فيه العالم. فالشغل كثير حلو، وخصوصي لو بتفوتوه بمايند سيت حلو، بوزيتيف مايند سيت، انكم انتم حتى لو مو عاجبكم الشغل بس تفوتوا بعقليه انكم انتم بدكم تتعلموا اي شيء من هذا المجال، تطلعوا بشيء حلو بيخليكم تكتشفوا اشياء اكثر عنكم. فيمكن ما ارجع اشتغل كمدربه رياضه، بس ما عندي مانع يعني ارجع. سالت هذا السؤال فتره من حياتي واكتئبت، لانه اكتشفت اني انا ما بعرف انا شو عم بعمل، او بالمعنى الاحسن yes continue straight and then roundabout straight. شو البيربس او شو هدفك بالحياه؟ اسالوا حالكم هذا السؤال عن جد، قولوا انا شو هدفي بهاي الحياه. مع الوقت اكتشفت اللي حكيته هلا من شوي، اني انا كثير بحب ساعد العالم، فعم حاول جهدي اني انا اتعلم مشان اقدر انشر هذا العلم وفيد اي حدا. وان شاء الله بالمستقبل يعني انا عندي افكار، حابه اعمل شيء اقدر فيد عالم اكثر واكثر. اكتشفت اني انا كثير بحب، عن جد كثير بحب ساعد العالم، وكثير بحب خصوصي الامرأة، مو مشان انه independent woman او شيء، مشان ما تفهموني غلط. take your left right here right right والله خبطت ثواني. عشان ما تفهموني غلط، انا حددت امرأة لانه هذا الجيل شوي صعب بالانفتاح اللي موجود والسوشيال ميديا والبيرفكت بيكتشر اللي السوشيال ميديا بتظهره right from here yes. في كتير بنات كبروا عندهم عدم ثقة بحالهم، low self esteem، كتير امور continue straight till the end، كتير امور. ف
بدي اعمل شيء اقدر ورجي عكس هالصورة مشان ما يفكروا البنات انه كل الناس اللي على السوشيال ميديا is perfect. لا we're not perfect. وبنفس الوقت اقدر انا انشر حب النفس، اقدر على القليل اساعد انه البنت توثق بحالها اكثر، انه she is independent، بس مو بمعنى independent woman انه ما بدها الرجال بحياتها، هذا غلط، انا ماني مقتنعه فيه. اذا حابين تعرفوا اكثر عن هاي الاشياء اكتبوا لي، ما عندي مانع، بس اني وصلت ففي لسه عندي كلام، بس stop here please. في عندي كلام بس لسه too much ما بقدر اتفلسف هلا بوقت قليل.